ميكرو الإذاعة هذا، إذاعة وعندكم ميكرو وكاميرا ورشة. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديوهات اللي فاتوا، وبغيت نقول لكم الناس اللي ما دايرينش ابوني يديروا ابوني، حيت الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفاعلوا كنلقاو ما دايرينش ابوني، وبارطاجيو لاباج مع الناس اللي كيعجبهم هذا النوع ديال الكونتنت. نبداو القصه ديالنا. القصه اللي غادي نعاودوا اليوم القصه ديال فيكتور لاستينغ. فيكتور لاستينغ من اكبر النصابه اللي عرفهم العالم، وهذا خونا هذا وصلت به الجرأه لدرجه انه باع برج ايفل واخا ما عنده حتى شي علاقه به وما كيملك فيه حتى مسمار واحد. فيكتور لاستينغ كما قلنا كان معروف بالنصب لدرجه السميه ديالو اللي كتسمى فيكتور لاستينغ ما عرفناهاش اصلا واش سميه حقيقيه ولا ماشي حقيقيه، حيت في كل مره كان كيدير شي عمليه ديال النصب كيقدم راسو بواحد الشخصيه جديده وبواحد التاريخ اللي مختلف على الشخصيه اللي ذكر قبل. يعني هاد فيكتور لاستينغ تقدر تكون غير سميه من بين السميات اللي كان كيستعملوهم في النصبات اللي كان كينصب على عباد الله. وفي هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا اهم النصبات اللي دارت فيكتور لاستينغ زعما خلال داك المسار ديالو ديال النصب، وغادي نذكروا شويه القصه ديالو باش تعرفوا كيفاش تكونات هاد الشخصيه هذه اللي في شكل اللي غادي تخليه كاع يوصل لدرجه انه يبيع واحد الحاجه اللي ماشي ديالو والعالم كله كيعرفها، ما يتجراش اصلا شي واحد يدير هاد القضيه هذه. الحوايج اللي تعرفوا على فيكتور لاستينغ هو تزاد سنة 1890 ومات سنة 1947. وفي خلال هاد لابيريود اللي عاش فيكتور كان كينصب من يلاه تزاد من الدقائق الاولى، ما عرفتش واش حتى من يلاه تزاد كان كينصب ولا لا، ولكن المهم اللي تعرفات عليه هو كان كينصب حتى مات حتى 1947. ومن بين الحوايج اللي تعرفوا على فيكتور لاستينغ هو كان واعر في العاب الخفه وبالضبط الالعاب ديال الكارطه. يعني في هذيك لابيريود فاش كان عايش فين ما كانت شي لعيبه ديال الالعاب الخفه معروفه هذيك الوقيته كتلقى فيكتور لاستينغ كيعرف لها مزيان. ومن غير هذا الشيء كتعرفوا بان لي ماجيسيان ولا الناس اللي كيكونوا واعرين في العاب الخفه من غير ان يديهم كتكون خفيفه كتلقى حتى الكريماس ديالهم كيعرفوا كيفاش يتحكموا فيه باش كيبين لك بانه ما تعيقش به ولا شي حاجه، وحتى اللباس ديالهم كيكون مزيان، التصرفات ديالهم كيكونوا شويه بحال بروفيسيونيل وكيعرفوا ماشي اي حركه كيديرها غير عبثا، الحركات ديال يديه ولا ديال الجسم ديالو كيكونوا مدروسين بالتدقيق. وهذا الشيء غادي يعاون فيكتور لاستينغ في المسيره ديالو ديال النصب، وغادي يعاونوه حتى ملي غيدير واحد الخدمه اللي غيبدا فيها كاول خدمه ملي غادي يمشي للبار. ومن بين الحوايج اللي تعرفوا على فيكتور لاستينغ هو كان واحد الانسان اللي ذكي بزاف، ومن بين الحوايج اللي كانوا كيميزوه هو كان كيدوب بزاف ديال اللغات، كان كيدوب الفرنسيه السبليونيه الطليانيه والونجلي. هاد 4 اللغات كان كيدوبيهم بطلاقه بحال السكان الاصليين ديال الدول اللي كيدويو بهاد اللغات هادو، واللغات الاخرين كيقدر المهم كيسلك راسو بهم كيوصل الميساج حتى الا ما عرفكش غادي يدخلك بدوك اللغات واخا ما متمكنش منهم بزاف. ولكن الربعه اللي ذكرنا كان واعر فيهم بزاف. واللي معروف على الحياه ديال فيكتور لاستينغ كانت زاد في الجمهوريه ديال التشيك، يعني عاش فيها ديك لابيريود ديالو حتى وصل ل 15 عام 16 عام، وملي وصل للعشرينات غادي ينتقل من جمهوريه التشيك اللي كان عاش فيها وغادي يمشي لفرنسا باش غادي يكمل الحياه ديالو، خصوصا ملي وصل ل 20 عام يعني غادي يبغي يقلب على خدمه، غادي يبغي يجيب فلوس اللي يعيش بهم، وهكا كما كتعرفوا الناس ديال اوروبا كيبغيو يبعدوا على والديهم ملي كيوصلوا لواحد لابيريود مثلا 18 عام للفوق. واول خدمه غادي يدير فيكتور ملي غادي يمشي فرنسا هو غادي يبدا يشفر، يعني كيشفر اي حاجه، وداك الشيء اللي تعلم في العاب الخفه جاي براتيكي دابا في فرنسا. كان كيشفر البزاطم، كيشفر البراسليات، سلمتي عليه يشفر لك مكانه، يعني اي حاجه متعلقه بالشفاره واي حاجه يقدر يشفرها كيشفرها فيكتور، يعني جا مدبر على راسو غير بالشفره. ولكن مورا واحد لابيريود فيكتور غتطلع ليه هادشي في راسو وغادي يبغي يولي يدبر على فلوس كتار، باش غيدبر ما غاديش تعاونو الشفاره، هو ماشي دوك الشفار اللي كيمشيو يشفروا الديور، كيشفر غير شي حاجه خفيفه. دونك فاش غادي يفكر غادي يبدا يفكر ينصب على عباد الله وغادي يشفرهم بواحد الطريقه اللي ذكيه وهما غيعطوا ليه فلوسهم بيديهم ماشي هو اللي غيحيدهم ليهم. مورا مساله فيكتور الكارير ديالو في تشفارت غادي يدوز البلون سوكور ديالو اللي هو غادي يحط العين على الباخرات اللي كانوا كيسافروا فيهم الناس من فرنسا للميريكان. هاد الباخرات هادو كان واحد الباخرات بحال داكشي اللي كانوا في اي بي ديك الساعه، وكانوا الناس اللي كيمشيو فيهم كيكونوا لاباس عليهم، كيكون عندهم فلوس، حيت داكشي كان فيه واحد النوع ديال الرفاهيه، يعني الثمن اللي غادي تخلص في هذيك الباخره كيكون طالع. هو حط عيني على دوك الباخرات وبدا كيمشي فيهم، ولكن شنو هو الهدف ديالو؟ هو غيوصل للناس اللي كيركبوا في هذوك الباخرات اللي كما قلنا كيكونوا الناس اللي لاباس عليهم، كيكونوا خدامين في شي مناصب عاليه في الدوله ولا تجار، ولا المهم كيكون عندهم فلوس بزاف. واول حاجه غيبدا بها فيكتور هو غيسمي راسو الكونت
الكونت، هذيك الكونت اللي كيسميوها غير دوك الامراء وداك الشيء غيسمي راسو الكونت فيكتور لاستينغ، يعني خونا ولا برجوازي ولا كلاس وداك الشيء العاقه القضيه فيها الفلوس. فيكتور لاستينغ شنو غادي يدير؟ غادي يبقى يمشي مع دوك الناس اللي كيركبوا في هذوك الباخرات وغيبقى يجبد معاهم الهضره، وحتى في اللباس ديالو ولا كيلبس غير اللباس لي كلاس، يعني كتلقى كوستيم واعر معبور على الكتاف والحد ديال الكتاف داكشي، يعني اللباس ديالو كيبين بانه شي شخصيه اللي عندها شي نفوذ وعندها الفلوس بزاف، وحتى الطريقه اللي كان كيتعامل بها كيتعامل بواحد بريستيج، يعني كتقول بان خونا كابر في الخير وكابر في شي قصر ولا ما عرفت شنو. وحاجه اخرى كان كيديرها هو في الهضره ديالو معاهم، كان كيديروا بواحد الشعبيه، فهمتي ما كانش دوك النوع اللي مخنوقين وسد عليه الكرافات ما كيقدرش يدوي، ولكن داك النوع اللي كيحاول يجبد الهضره مع كلشي وشعبي مع كلشي. وفيكتور عرف الا جمع ما بين هاد الحوايج اللي ذكرنا غادي يضمن هذوك الناس اللي كاينين تما وغينصب عليهم باسهل طريقه. يعني عرف الا كان شعبي في الهضره ديالو كيلبس مزيان وباين عليه لاباس عليه والبريستيج وداك الشيء، يعني جمع ما بين واحد الحوايج اللي الا تجمعوا كيعطيوك داك الساروت اللي تحل به الباب اللي غيدخلك عند الناس اللي لاباس عليهم، وبالضبط هذو اللي كنا كندويو عليهم اللي كاينين في هاد الباخرات هذو اللي كيسافروا اغلب كيمشيو غير باش يدوزوا لي فاكونس وكيرجعوا بحالهم، ماشي السفر ديال غادي يمشي يبيع ويشري ولا شي حاجه، مي سفر كما قلنا ديال الرفاهيه، ولا يقدر يمشي يسني شي كونطرا اللي فيها زباله ديال الفلوس كيرجع بحالو. وفيكتور من خلال الهضره ديالو هو ملي كيكون كيديو معاك كيوصل لك الميساج اللي بغا بواحد الطريقه سلسه اللي انت ما غاتحسش بحال هو باغي يقول ديك الهضره، بحال ناوي عليها، باش لدرجه كيقدر يجبد لك شي ذكريات كان عاشهم قبل وبديك الشخصيه ديالو. يعني غايقول لك كنت مثلا ساكن في واحد القصر في البلاصه الفلانيه وهو ما عمره ما سكن في شي قصر. وفيكتور ملي كان كيديو معاهم كان كيبين لهم بانه واحد المنتج كبير في البرودواي. البرودواي هو واحد البلاصه معروفه بزاف في امريكان، كانوا فيها المسارح وكانوا فيها اي حاجه متعلقه بالفن، يعني ديك البلاصه كيكونوا فيها خدام فيها غير المنتجين والناس اللي لاباس عليهم. وفيكتور كان كيبين لهم بانه واحد المنتج كبير في هذا البرودواي، بانه بغى يبدا واحد العرض موسيقي جديد وكيقلب على المستثمرين اللي غادي يعاونوه ولا غادي يسبونسوريو هذا العرض هذا، ومن بعد راه الفلوس ديالهم غادي يرجعوا لهم بالاضعاف المضاعفه. ولكن هادشي كما قلنا ما كانش كيقولوا لهم فاس، يعني كيقول ليه انت خاصك تانفيستي معايا، ولكن كيطمعك غير من خلال الطريقه اللي كيعاود بها على الحياه ديالو والفلوس اللي كيدخل زعما المعيشه ديالو، كيحاول يوصل لك بان واحد الانسان اللي ناجح في حياته غير من خلال دوك العروض اللي كيدير، وكيوهمك بانك الا دخلتي معاه ولا الا انفيستيتي معاه غادي يسرد الفلوس ديالك بالاضعاف المضاعفه. وكان كيقول لهم باللي في هذيك الاونه كان كيوجد لواحد العرض موسيقي اللي غادي يدير في هذا البرودواي، وهذا العرض من بعد غادي تدخل ليه بزاف ديال الفلوس. يعني انت الا انفيستيتي معاه في ذاك العرض فلوسك غادي تجيب واحد الصاك كبير باش غادي تعمرهم فيه. والاغلبيه ديال الناس اللي كندويو معاهم فيكتور كان كينجح انه يقنعهم باش يدخلوا معاه وينفيستيو معاه في هذا العرض هذا. ولكن المشكل اللي كان كيوقع هو ما كاين لا عرض لا والو، واخا كاك الناس كانوا كيانفيستيو وما كيعاودوش يشوفوا فيكتور، وحتى الا شافوهم كيعطي لهم شي حجه ديال العرض راه حنا خدامين عليه ولا راه قريب يخرج ولا شي كذبه اللي غادي تزيد طول شويه ديك الامد ديال انه يدبر على ناس اخرين اللي غادي ينصب عليهم. في هاد لابيريود هادي فيكتور كان قمحها ديال بصح غير من خلال هاد القضيه هادي ديال كينصب على الناس اللي كيمشيو في هاد البواخر من فرنسا الامريكان اللي كيرجعوا من الامريكان لفرنسا، يعني خونا ضرب يديه ديال بصح في هاد القضيه هادي. ولكن في 1914 هاد الرحلات ديال البواخر اللي كانوا كيمشيو من فرنسا للامريكان غيبقاو ينقصوا، حيت هاد لابيريود هادي غادي تبدا الحرب العالميه الاولى، يعني المحيط الاطلنطي ولا فيه خطر والسفن ولا البواخر اللي ولاو كيدوزوا منه ولاو كيخافوا، يعني الناس ولاو كييفيتيو انهم يمشيو في البواخر. هنا فيكتور غادي يفكر يحبس هاد القضيه هادي وغيفكر يشوف شي حاجه اخرى اللي غادي يقدر يجيب بها فلوس كثر وبواحد الطريقه اخرى. كما قلنا فيكتور الخدمه الوحيده اللي كانت عنده هو كينصب، وتشفارت كنحبسها في العشرينات حيت بانت ليه ما غاديش تجيب ليه الفلوس اللي كان كيحلم بهم، وباللي النصب غيستخدم فيه الذكاء اكثر وغيستخدم فيه دوك السكيلز اللي كان كيتعلم، وبيه غادي يقدر يجيب فلوس اكثر من داكشي اللي كان كيجيب في العشرينات ديالو. واكبر دليل غير الفلوس اللي كان جمع ملي كان كيدير هاد الرحلات هادو في دوك البواخر، جمع بزاف ديال الفلوس. ولكن هنايا فيكتور ما غاديش يرجع لفرنسا وغادي يقرر يستقر في امريكان بالضبط في واحد البلاصه سميتها كانساس. ولكن هاد المره فيكتور ما غاديش يخدم بوحدو ولكن غيقلب على شي واحد اللي غادي يعاونو. يعني فيكتور ما كيامنش بديك القضيه ديال خوك في الحرفه هذوك، حيت اصلا فيكتور مدور به غير نصابه وكيخدم مع النصابه، النصاب اللي غادي يعاونو راه كيجيبو يخدموا معاه. وهاد المره غادي يدبر على نصاب جديد سميتو دابر دان كولينز. هاد النصاب هذا كان حتى هو بارع وماهر في هادشي ديال النصب، واخا ما كانش كيوصل للدرجه ديال فيكتور. يعني فيكتور كاين هنا
وداك دابر دان كولينغز نقدروا نقول بانه كاين هذا. ولكن فيكتور فكر يزيد مع دابر في التيم ديالو باش يوليو ينصبوا على بزاف ديال الناس في واحد الوقت اللي قصير، وميم طون باش غادي يوليو غانيو بزاف ديال الفلوس. ولكن فيكتور بحال قلتي كان متخصص دوك المهمات الصعبه، يعني هو كيمشي عند شي ناس اللي صعيب باش تنصب عليهم ولا باش ينصب عليهم فشي مونطون اللي كبير، بينما دابر كيمشي غير عند دوك الناس اللي كيكونوا مبهلين شويه وسهل باش انك تنصب عليهم. والطريقه اللي كانوا كيستعملوا هي طريقه كتسمى صندوق المال الروماني. صندوق المال الروماني بكل بساطه هو واحد الصناديق، واحد الصندوق اللي مصوب بواحد الطريقه ما عرفتش كيقولوا لها مزخرف بواحد الطريقه اللي كتبين بحال كيخدم بواحد الميكانيزم اللي معقد. وشنو هو الدور ديال هذا الصندوق هذا؟ هو كيقدر يطبع لك الفلوس بحال هكا كيقولوا لهم. ولكن كيفاش كيخدم؟ كتزيد ليه شويه ديال المداد، كدير فيه واحد الوراق وكيطبع لك ديك العمله اللي درتي فيه اللي كتكون 100 دولار. هذيك 100 دولار ملي كتحطها فيه كدوز 6 ديال السوايع، هذا الصندوق كيقدر يطبعها لك وكيخرج لك واحد العمله مطبوعه، ولكن ما غتقدرش تفرق بينها وبين العمله الاصليه، لدرجه كيقولوا لهم بان هذيك العمله اللي زور لك هذاك الصندوق تقدر تديها للبنكه وتفرسيها مثلا لشي كونط اخر ولا الكونط ديالك كيشدوها عندك عادي بلا ما يوقع حتى شي مشكل. والطريقه اللي كان كيستعمل فيكتور مع دابر باش كيقنعوا هذوك الناس اللي غادي ينصبوا عليهم، هو ملي كيشدوا شي ضحيه ديالهم وكيبغيو يبيعوا ليه داك الصندوق، يعني اي واحد غتبغي تبيع ليه داك الصندوق غتقول ليه بانه كيطبع الفلوس، غيقول لك علاش غتبيعوا اصلا وما غيطبع عليك الفلوس. هذا الصندوق هذا كان كياخذ الوقت، كياخذ 6 ديال السوايع باش كيطبع عليك عمله وحده، وكياخذ 12 ساعه باش كيرتاح من ديك 6 السوايع اللي قبل. يعني في المجموع كياخذ 18 ساعه باش كيطبع عليك. مثلا حطيت فيه 100 دولار غادي يطبع عليك 100 دولار، يعني واحد 100 دولار كانت ديجا عندك والربح ديالك هو 100 دولار اخرى، وهذا الشيء في 18 ساعه. وما باغيين الربح اللي كثر، داكشي علاش كيقنعوا الناس كيقولوا لهم بلي حنا كنبيعوا هذا الصندوق هذا باش كنربحوا منه، وميم طون عندنا الصناديق ديالنا كنقدروا نطبعوا فيهم فلوس ديالنا. وباش كيقنعك كيجد من عندك واحد 100 دولار كيحطها في داك الصندوق وكيبقاو معاك 6 سوايع حتى كتطبع هذيك العمله. كيجدوا هذيك العمله وكيمشيو معاك للبنكه كيعطوها لصحاب البنكه، صحاب البنكه كيجدوها عندهم. ولكن المشكل فين كاين؟ هما معمرين هذاك الصندوق بعملات اللي حقيقيه، يعني داك الصندوق غير واحد التخربيقه ما كيطبع ما والو. يعني ملي كيخرج لك ديك العمله كيخرج لك واحد 100 دولار حقيقيه اللي ديجا هما كانوا حطوها في الصندوق. داكشي علاش العمله ملي كتديها للبنكه كيشدوها عادي حيت ماشي مزوره. وفيكتور ملي كان كينصب على شي واحد وكيبغي يعطل شويه ديك لا بيريود باش ما يعيقش به، كانوا كيعمروا داك الصندوق بشويه ديال الفلوس، مثلا كيدير فيه واحد 5 ديال الوراق ديال 100 دولار وكيعطيه ليه، يعني هذاك الصندوق كيبقى يخرج 5 ديال الورقات وغتضرب هذيك 5 في 18 ساعه، يعني كياخذ شويه ديال الوقت. وهذا الصندوق كان كيبيعوه في الماكسيموم زعما ديال الثمن باش كيبيعوه هو 10000 دولار، وداك الثمن كيقدر يختلف حسب هذيك الضحيه لاش غادي يبيعوه. ولكن الا فكرنا شويه غنلقاو بانهم غادي يبيعوا بزاف ديال الصناديق للناس، يعني بزاف ديال الناس غادي تنصب عليهم وغادي يمشيو ديكلاريو. ولكن المشكل هو هنايا الناس ما كيقدروش يديكلاريو، حيت ملي غتمشي ديكلاري غتقول لهم بلي شريت واحد الصندوق باش نزور الفلوس، والتزوير واحد الجريمه اللي غتشد عليها بكل بساطه انت وفيكتور ودابر وهذاك اللي شكا. يعني ما كاينش لاش غادي يشكي، كيتنصب عليه وكيسكت. ومرا ما فيكتور وصاحبو دابر جمعوا بزاف ديال الفلوس بهذه الطريقه هذه اللي كانوا كيديروا ديال النصب، قال لي فيكتور باننا خصنا نحبسوا واحد شويه باش يمشي يغيرها عاوتاني يقلب على شي قضيه اخرى، بينما تهدنات القضيه والناس نساو حتى ريحته بدات كتعطي في الميريكان والناس بداو كيعرفوه. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يحبسوه هنايا وغادي يمشي يرجع لفرنسا، حيت كان دوز واحد الوقت طويل في الميريكان، رجع لفرنسا باش يقلب على شي بلان اخر غادي يبدا يديرو. مرة ما رجع فيكتور لفرنسا ايام الاولانيه دوزها غير كيرتاح شويه من داكشي اللي كان كيدير وكيحاول يفكر في شي طريقه جديده اللي غيولي يجيب بها الفلوس. ولكن في واحد الصباح كان جالس كما ديما في القهوه ديالو كيشرب قهوه، حتى كطيح عينيه في واحد الجورنال على واحد لارتيكل كيقول بان فرنسا ولات كتقام عليها الاصلاح ديال لا طور ايفيل بواحد الاثمنه اللي باهظه بزاف، والحكومه ما بقاش قادره توفر التكاليف ديال الترميم ديال هذيك لا طور ايفيل. دونك شنو غادي يدير ملي قرا هذا الارتيكل هذا؟ طاحت ليه فكره جديده على راسو. شنو هي ملي كانت قالت الحكومه بانها ما بقاتش قادره تحمل التكاليف ديال هذيك لا طور ايفيل، قال هو علاش لا ما ينصبش بها على الناس. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يجمع 5 ديال الناس اللي خدامين في التجاره ديال المعادن، يعني كيبيعوا يشريو مثلا في الحديد ولا اي معدن من المعادن. غادي يجمع 5 ديال الناس. واول خطه غادي يدير فيكتور هي خاصو يقلب على شي مزور اللي غيكون بروفيسيونيل باش يزيدوا التيم ديالو، عاوتاني كما قلنا كيخدموا مع النصابه. هذا المزور هذا المهمه ديالو كانت هو يصاوب هذاك البورتفوي ولا ديك الفاليز اللي كيتهزوا فيها الوراق،
ويزور ليه حتى اوراق ديال الحكومه، حيت الدور اللي غيلعب هذه المره فيكتور هو موظف حكومي، يعني واحد الموظف اللي خدام في الحكومه واللي كلفاتو الحكومه بهذه المهمه بالضبط. يعني خاصو يكون على احسن استعداد، خاصو يكون عنده فاليز ديال الحكومه، حيت الناس اللي خدامين في الحكومه كيكون عندهم دي فاليز لي اكسبسيونيل زعما ديالهم ومعروفين بهم اصلا في باغي. كما الوراق اللي غادي يحتاج خاصهم يكونوا مزورين مزيان وما بينش فيهم ولو خطا يكون بسيط بزاف، حيت داكشي اللي كيكون صغير هو اللي كيخلق الفرق. دونك اش غادي يدير فيكتور؟ غادي يجمع هذوك 5 ديال التجار في واحد لوطيل اللي معروف بزاف اللي هو لوطيل ديال لوتيليا. غادي يجمعهم باش غادي يقول لهم لافير شنو كاين فيها بالتفصيل. دونك غادي يتلاقى معاهم، كما قلنا ديما هو كيلعب الدور اللي كيجي مع هذيك الشخصيه اللي غادي يحتاجها في هذيك السيتوياسيون ديالو. يعني يلعب دور ديال موظف حكومي بامتياز، هز السويكه ديالو، الوريقات ديالو، ناضي، داكشي هو هذاك. دونك ملي غيجلس معاهم غادي يشرح لهم وغيقول لهم بان الحكومه ما بقاتش قادره تحمل التكاليف ديال هذيك لا تور ايفيل، دونك غادي تقرر انها تهدمها وغادي تبيعها دي طاي زعما بالحديد لشي واحد اللي خدام في هذا المجال هذا ديال المعادن، وهو كلفوه باش يقلب لهم على دوك التجار اللي غادي يشريو من عندهم هذاك الحديد. وفيكتور بحال قلتي اختار هذوك 5 ديال التجار من احسن التجار زعما ديال المعادن، هما اللي غادي يقضيو ليه هذا الغرض هذا. دونك بقى كيشرح لهم، قال لهم اشنو من بعد اش غادي يدير؟ غادي يختار واحد من هذوك الخمسه هو اللي غادي يدير معاه لافير. دونك شنو كيدير هو؟ كما قلنا فيكتور انسان ذكي، اختار هذيك الشخص فيهم اللي الشخصيه ديالو شويه ضعيفه وكان يلاه بادي في الدومين، ماشي زعما يلاه بادي ولكن الشركه ديالو بارابور لهذوك الربعه الاخرين كانت مازال ما طالعه بزاف، ويلاه كيحاول يبين راسو في الدومين ويبان بانه حتى هو الشركه ديالو خاصها تولي معتمده والناس يوليو يتعاملوا معاه. دونك شنو قال ليه؟ تاه بوحدو وقال ليه باللي ما بقاش بان لي في هذوك الربعه الاخرين، وانا بغيت نتعاون معاك حيت انت الشركه ديالك يلاه بدات وبغيت نعاونك باش يلاه تبان والناس يوليو يثيقوا فيك. غير هو واحد الحاجه كان قالها ليه ملي كان مع دوك الناس الاخرين، دوك الربعه ملي كانوا جالسين بحال هكا مجموعين، قال لهم باللي هاد لافير هادي ديال لا طور ايفيل ما خاص حتى واحد يعرفها حيت الحكومه بغات تخلي هاد الشيء سري بين ما دازت لافير وطيحوا هذيك لا طور ايفيل وداك الشيء عاد باش غادي يعرفوها الناس وغادي تانونسا، حيت اللي قالوها قبل غادي ينوضوا هذوك الناشطين الحقوقيين وغيوليو يديروا لهم اضرابات، يعني غيديروا لهم عراقيل قبل ما يدوزوا لهذيك ليطاب ديال التطبيق. دونك فيكتور ملي اختار هذاك السيد وشرح ليه كيفاش البلان، قال لي بانني اختاريتك حيت انت يلاه بادي وبغيت نعاونك وبقيتي فيا. قنعوا بواحد الحاجه اخرى اللي ما غطيح لكمش على بالكم نهائيا، هو قال ليه انا كتعامل مني ماشي بالضروره غنختارك انت، نقدر نختار واحد من هذوك الربعه الاخرين، ولكن ما حد اختاريتك ضروري ما خاصك تعطيني شويه ديال الرشوه. يعني تخيل معايا باغي ينصب عليه وغيشد من عنده حتى الرشوه. يعني خونا ملي سمع القضيه ديال الرشوه ما بقاش كيفكر اصلا واش غادي يكون غيتنصب عليه في هذيك القضيه، حيتاش ما حدو بغى يشد من عنده الرشوه الا داك الشيء صحيح. دونك بدا هو كيفكر في ديك القضيه ديال اختارني من بين دوك الناس وهادي، دونك زرب باش يسني معاه الكونطرا ديالو ويعطيه الفلوس وعطاه حتى الرشوه. دونك الفلوس كلهم عطاهم ليه، وفيكتور شنو غادي يدير؟ غادي يعلق وما غاديش يبقى يبان. وفيكتور هرب بالفلوس ودا معاه 70,000 فرنك فرنسي. باش تعرف واحد القضيه، في ديك الوقيته سواء الاورو ولا الدولار كانوا 25 فوا الضعف ديالهم هذيك لا بيريود، زعما الا جينا نصرفوهم في هذه الوقيته ديالنا دابا كيعطيوك 25 مره الضعف ديالهم. يعني الا سمعتي 70,000 اورو غادي تعرف بان دابا راه غتكون تساوي الملايين ديال الدولارات. دونك فيكتور غادي يهرب وغادي يمشي لفيينا، غيجلس في واحد لوطيل بين ما تكلمت الامور وغادي يشوف شنو واقع، واش هذاك السيد غيديكلاري، واش الصحف غيبقاو يدويو على داك الشيء ولا لا. من بعد ما دازت سيمانه تقريبا بدا كيلاحظ بانه ما بقات كتسمع حتى شي هضره على داك الشيء حتى شي واحد ما ديكلارا، والجورنالات ما جبدوش هذه القضيه نهائيا. دونك فيكتور ماشي كاي انسان اخر صافي ضرب هذه الضريبه ديالو غادي يمشي يغبر عاوتاني عاد باش غادي يعاود يرجع، لا سي فيكتور غادي يقرر انه غيرجع لباري يعاود ينصب على شي واحد المره الثانيه ويبيع لا طوغي في المره الثانيه. هذه واحد الحاجه اللي ما كيتقبلهاش اصلا الدماغ. واحد اللي قالت لي المره الاولى وصافي غيرها، سير قلب على شي حاجه اخرى بين ما تهدنوا الامور ورجع. دونك فيكتور ملي غيرجع عاود نفس البروسيس اللي كان دار المره اللي فات، جمع 5 ديال التجار عاوتاني دار معاهم في لوطيل، شرح لهم البلان كيفاش داير، اختار عاوتاني واحد من هذوك الخمسه هو اللي غادي يغمق عليه وغيدير ليه كما دار هذاك التاجر اللي قبل منه، ولكن هذاك بحال عاقب شي حاجه وحس بانه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، ماشي بحال داك اللي قبل منه. داك اللي قبل كان مسكين مضاصص ومشى ليه لذاك البوين فيبل ديالو وداك الشيء علاش حكمو.
هذا عاقبيه، مشى ديك الهضره عند البوليس. دونك فيكتور شنو غادي يدير؟ اول ما سمع البوليس كيقلبوا عليه غادي يهرب عاوتاني. وفيكتور مورا هادشي غادي يشد اول باطو اللي غيديه الميريكان، حيت واخا تسمعوا فيكتور كان كيدير هاد العمليات كلهم ديال النصب، الفلوس ما كانوش كيكفاوه، حيت العائله ديالو كان معيشون في واحد النيفو اللي طالع بزاف ماديا، وكان كيعيشون في الاغلب غير في لي زوطيل، حيت كيخاف لا يشدوه غير من خلال العائله ديالو. يعني الا كانوا كيقلبوا عليه اسهل حاجه يديروا هي يقلبوا على العائله ديالو، وهكا غادي يقدروا يوصلوا ليه بكل بساطه. ولكن هو كان معيشون في لي زوطيل، دونك كيحولوهم من بلاصه لبلاصه. هادشي كيعني انه كيخسر بزاف ديال الفلوس، وداكشي اللي كينصب على عباد الله فيه كيمشي ليه بالزربه. دونك ملي غيمشي للميريكان غيسخن عليه راسو بزاف اكثر من المره اللي فاتت. اش غيدير؟ غادي يبغي يمشي ينصب على الكابون اللي هو الزعيم ديال واحد المافيا معروفه في شيكاغو. ولكن بطبيعه الحال فيكتور قلنا ذكي، ما غاديش يكون مكلخ وغادي يمشي يبغي ينصب على واحد من اكبر زعماء ديال المافيات في العالم، حتى شي لخطه معاه غادي يقتلوه بدون اي تفكير. دونك اش غادي يدير؟ مشى ويقول لي راه محتاج واحد 50,000 دولار، حيت بغيت ندير واحد العمليه ديال النصب، وملي غادي نربح منها دوك الارباح راه غادي يتضوبلوا 5 ولا 6 ديال المرات، غادي نرد لك الارباح ديالك ونرد لك راس المال اللي عطيتي ليا وانا ناخذ داكشي ديالي. دونك الكابون بيان سور ما غاديش يقول هذا بغى ينصب بيه وما نعطيش، هو اصلا كيطرافيكي في لا دروغ وداكشي، دونك عادي عنده بحال هادشي. عطاه 50,000 دولار، مشى حطها في البنكه وغبر واحد شويه ويعاود رجع عنده. ملي رجع عنده هز ديك 50,000 دولار وقال ليه باللي ديك العمليه ديال النصب ما صدقاتليش، وفلوسو مشاو. وهاد 50,000 دولار جمعها غير بالدرع من عند الناس اللي كيعرفوهم، العائله ديالو، كريده من لهنا من لهنا، باش يلا يجمع ليه دوك الفلوس ديالو وردهم ليه. هنا فيكتور فكر بواحد الطريقه ذكيه، حيت في الاغلب الرؤساء ديال العصابات ولا الناس اللي كيكونوا خدامين في هاد الدومينات اللي كيكونوا شويه فيهم التخلويض كيكونوا ديما كيمشيو لهم فلوسهم، حيت هذاك اللي داك فلوسك غادي يهرب. هو بالعكس رجع ليه فلوسه، بحال قلتي عطاه هذيك الثقه اللي هو كان كيقلب عليها، وبقى كيقول ليه بانه راه ما كانوش عنده الفلوس. وملي مشاو ليه في هذيك النصبه اللي دار بقى غير كيحاول يجمع من لهنا ومن لهنا وما بقى ليه حتى شي حاجه، المهم بقى كيتشكى عليه. دونك الكابون غادي يبقى فيه وغادي يعطيه 1000 دولار من هذوك الفلوس اللي رد ليه. يعني خونا ما درت حتى شي مجهود وشد 1000 دولار. مورا هذا الشيء غادي يمشي يرجع لهذيك العمليه اللي كان كيدير قبل هو وداك صاحبو دوبر ديال دوك الصندقات اللي كانوا كيديروا فيهم التزوير، وغادي يبغي يبيعها لواحد الراجل. غيصدق داك الراجل بوليسي باش تشوفوا الزار ديال هاد فيكتور كيفاش داير. اللي غادي ينصب عليه غادي يعاقب داك البوليسي وغادي يبقى يقلب عليه حتى غيلقاه وغيديكلاري بيه. وهذيك الوقيته الاف بي اي كانت كتقلب على فيكتور بالريق الناشف، يعني كيقلبوا غير من يشدوه يلقاو ليه شي غلط ولا شي حاجه يشدوه، حيت ديما كان كيهرب، كيقربوا يوصلوا ليه كيهرب لهم. هاد المره غادي يشدوه البوليس وغادي يديوه لواحد اللعيبه دايره بحال الحبس، هي ماشي حبس ولكن دايره بحال واحد العماره، وغادي يحطوه فيها بين ما تحاكم وغادي يديوه للحبس. اش غادي يدير سي فيكتور؟ خدم عاوتاني داك المخ ديالو ولقى بانه ملي كيبقاو يفرقوا الفوطات في داك الحبس ما كيبقاوش يحسبوهم. دونك بقى كيجمع في الفوطات حتى غادي يسالي. باختصار غادي يمشي لواحد الشرجم غادي يدلي دوك الفوطات، يحزم وحده بوحده حتى تكون بحال شي حبل، واش ما يعيقش وما يعيقوش به الناس اللي كيدوزوا في الطريق. دار بحال اللي كيمسح هذاك الزاج وبقى كينزل مع داك الحبل حتى وصل للارض هو يهرب. ولكن مورا هذا الشيء بوليس قلبوا عليه عاوتاني ولقاوه من بعد شهر وداو هاد المره للحبس ديال الكاتراز، الحبس اللي كلشي كيعرفو جا وسط البحر وما كاين عندك منين تهرب منه. هنايا فاش غادي تسالي القصه ديال فيكتور وغادي يموت سنه 1947 بسبب الحساسيه اللي جاتو في داك الحبس، وحتى لاج حتى زاد كبر شويه. وهنا غادي تسال القصه ديال فيكتور. نتمنى تعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.